اللبس العريان عند البنات والستات في الشارع، والضحك والهزار بصوت عالي، والمياسة والدلع والهزار والضحكة العالية، هما أكتر حاجتين بيخلوا الراجل يتجرأ على الست أو البنت دي. الراجل أصلا لما بيشوف البنات اللي احنا بنشوفهم في الشارع لابسين شبه عريان، بنت ماشية لابسة ضيق جدا أو لابسة ومش لابسة، هو الراجل بيترجم كده إن دي عايزانا نبصلها كرجالة، دي بتلفت نظرنا ليها، دي عايزة تعرض مفاتنها علينا، عايزانا نبصلها ونعجب بيها. هو الراجل بيشوفها كده وهي كده. ممكن واحدة ترد عليا وتقولي بس انا لما بلبس كده ده ستايلي، انا لبسي عريان، انا لبسي مفتوح بزيادة، انا كده لنفسي مش للرجالة على فكرة. هقولك لو انت فعلا بتلبسي ده لنفسك يبقى خليه في بيتك. انا لو عايزه البس حاجه لنفسي، اقفلي عليكي بيتك، اقفلي عليكي اوضتك، والبسي عريان براحتك وعيشي حياتك، محدش هيقولك عيب ولا حرام. لكن ليه انا بخرج بيه؟ طالما انا عايزاه لنفسي يبقى انا عايزه الرجاله تشوفني. وعلى فكرة يا جماعة، هو مش بس الرجالة اللي بيشوفوها كده، هي دي الحقيقة. لو أنا عايزة حاجة لنفسي طب ما ألبسها في بيتي، بلبسها ليه قدام الناس بره؟ وده مش كلامي، ده كلام الشيخ الشعراوي. هو مرة قال جملة جميلة قوي، قالك إلحاح الست في كشف جسمها هو معناه إلحاحها في عرض نفسها على الرجالة. طبعا إلحاح الست في كشف جسمها هو معناه إلحاحها في عرض نفسها. يعني ايه الحاح الست؟ يعني انت كل يوم مصممة تنزلي شغلك شبه عريانة، تنزلي الشارع شبه عريانة، انت بتلحي فيه ان انت تكشفي جسمك. طب ما ده معناه ايه؟ ان انت بتقولي للرجالة بصولي، يعني انا بعرض نفسي عليكم يلا بصولي. والله الشيخ الشعراوي هو اللي قالها بنفسه، قالها باللفظ كده. قالك كأن الست بتقول للراجل بص يا بجم، هو قال كده، يعني كأنها بتقول له اعمل لك ايه تاني؟ هو انا عريانة ما تبصلي بقى. فهو الراجل بيشوفها كده وبيتجرأ على الست، بالتالي بيتجرأ على الست. تاني حاجة بتجرأ الراجل عليكي الضحك والمياسة والهزار وان انا اضحك واعلي صوتي في الضحكة والكلام ده كله. عشان كده ربنا قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ده خضوع بالقول، ان انا اقعد اضحك واهزر واعلي صوتي واتدلع واتمايس على الرجالة. ممكن تكوني انت ست كويسة ومش قصده حاجة، بس شوفي قالك ايه، فيطمع الذي في قلبه مرض. انت ضامنه منين ان الراجل اللي انت بتتكلمي معاه ده قلبه مش مريض، مش هيطمع فيكي؟ فعلشان كده المفروض ان انا اتعامل بحدود. اضطريت اتكلم مع راجل يبقى الكلام بحدود، محدش قال اديله على دماغه ومحدش قال اتدلعي وتميسي، يبقى الوسط باحترام باعتدال في كل حاجه. بس ده طبعا عكس اللي احنا بنشوفه. احنا دلوقتي ضحك وهزار ومفيش كلفة، رفع الكلفة وزيادة الألفة، وتدخل الشغل صباح الفل يا قمر، ازيك يا ميدو، ازيك يا حمادة، ده ميدو ده زميلي، ده احنا عشرة، ازيك يا حبيبي، ازيك يا قمر، ازيك يا قلبي. عارفين انتوا خلاص تخش الكافيهات تحس انت داخل الكافيه ان انت داخل كباريه، بنات على شباب على دخان الشيشة والدنيا حلوة قوي. اللي هو نضحك بصوت عالي، نلعب، قاعدين بنلعب بنشرب شيشة بندخن، كفك يا معلم ونضحك، وكفك مش اللي هو كفه في كفها، لا ممكن يخبطها على رجليها. بنشوف حاجات غريبة وهي تصوت وتقول معلش اصل صوت ضحكتي عالي، والحياة حلوة والدنيا ضايعة خالص. فخلي بالكوا هي دي المشكلة، ده اللي بيوقعنا في الغلط، ده اللي بيوقعنا في العلاقات الحرام. فالخلاصة يا جماعة عشان ما اطولش عليكم، بلاش يا شباب او يا بنات للاتنين، والله بلاش تفتكروا ان انتوا اذكى من ابليس. ابليس عارف عنك اللي انت مش عارفه عن نفسك، ابليس عارف ضعفك، نقط ضعفك وثغراتك، وعارف بلاوي والله انت ما تعرفها عن نفسك. فبلاش اللي هو ايه تقول لا انا مش هقع في الغلط، لا ده حاجة بسيطة خالص. لان ابليس لما يوقعك في العلاقة الحرام هو مش هيوقعك مرة واحدة، هو الموضوع بيبدأ بالتدريج. مسكتوا ايد بعض، حسيتوا بمتعة والموضوع حلو قوي، ممكن تقعدوا عليها سنين، وبعدين خلاص بقى زهقنا من مسك الايد، تعالوا نجرب الحضن. الله، احساس الحضن حلو قوي، نقعد عليه سنين شهور، كل ما نتقابل بنحضن بعض والحياة حلوة مش عارف ايه. طب ما خلاص زهقت من حضنك، ما تيجي نجرب بقى القبلات. الله ده احساسها مش عارف ايه، طب ما تيجي بقى نجرب مش عارف ايه. مرة في مرة في مرة
خلاص زهقنا، عايزين نجرب اللي بعده. وده علميا صح، في حاجة اسمها التصعيد، اسكاليشن، يعني التصعيد. يعني احنا بنبدأ بحاجة بسيطة، وهو ابليس فاهم كده كويس قوي، فهيبدأ لك بالبسيط وبعدين تزهق، وبعدين خلاص الحضن ومسكة الايد ما بقتش لها طعم، عايزين ندوق اللي بعده، فاللي بعده فاللي بعده فاللي بعده. فطبيعي جدا احنا بنزهق ونعمل حاجة اسمها تصعيد وندخل في اللي بعده في اللي بعده، فتلاقي نفسك وقعت في العلاقة الحرام. وبعد ما يحصل العلاقة الحرام هتلاقي الولد في الغالب بيقولك يلا ما عطلكيش يا حبيبتي، إلى اللقاء يا أصدقاء، بالسلامة، والقلب داعيلك ويشوف غيرك، يلا يا ماما مش فاضيلك. وتبقى انت اللي رخصتي نفسك، انت اللي جرأتي الرجالة عليكي باللبس العريان وبالصوت وبالدلع وبالمياصة. فخلي بالكم. ربنا يحفظكم ويحفظنا ويهدينا جميعا.